بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. النهاردة إن شاء الله معانا مروحة توشيبا تورنادو ستاند. هنفتح الكرتونة مع بعض وهنجمع المروحة مع بعض. تقدروا تعملوا العمل ده بنفسكم في البيت بدون اللجوء لفني أو متخصص. الموضوع سهل، كل اللي عليك انك تتابعنا لنهاية الفيديو. هتقدر تعمل الكلام ده بنفسك. المروحة من النوع الجيد، كمان لونها اسمر يمشي مع اي ديكور عندك في البيت. هنفتح الكرتونة مع بعض، نتعرف على محتوياتها، وهنجمع المروحة مع بعض خطوة بخطوة بالتفصيل. خليكم معانا لآخر الفيديو. في البداية حابب أشكر كل الذين تفاعلوا معي على القناة بالمشاهدة أو اللايك أو كومنت أو شير. شكرا لكم جميعا، وأخص بالشكر وأخص بالذكر أهل العراق، وطني الأول ووطني الثاني. بحبكم كلكم. أكتر تفاعلات جيالي بعد مصر جيالي من العراق، فشكرا لكم جميعا، وشكرا لكل من تفاعل معي على القناة. هذه الكرتونة فتحناها أهيت. تعالوا نشوف محتوياتها من الداخل. الدعاء لأهل فلسطين أن ربنا ينصرهم ويسدد رميهم ويسدد خطاهم. أقل شيء نقدر نقدمه ليهم هو إن احنا ندعو في صلاتنا إن ربنا يكشف الغمة ويمكن لهم ويكون النصر حليفهم إن شاء الله. دعواتكم جميعا لإخواننا ولأحبابنا في شعب فلسطين الحر الشقيق. دي القاعدة بتاعت المروحة. القاعدة دي تقيلة وحجمها كويس. تقلها ده بيعمل اتزان للمروحة أثناء الدوران، ما بتتهزش، وشكلها أسمر زي ما قلنا، بيمشي مع أي ديكور. حاجة جميلة خالص هتعجبكم. ده الشبكة الخلفية والشبكة الأمامية والريش متربطين مع بعض بإفزان، ومربوط عليهم القفيز الكبير اللي بيمسك الوشين في بعض. هنهويه شوية علشان نطلع الحاجات ديت ونفكها من بعضها. كمان هنحل الإفزان اللي في النص علشان نحل المكونات ديت من بعضها. ده العمود اللي بيشتغل، اللي بيتثبت على القاعدة وبيشتغل الموتور. حاجة قيمة خالص وحاجة جميلة. الناحية الرفيعة ديت اللي بيركب عليها الموتور، وديت الناحية اللي بتركب في القاعدة. وده الموتور يا حضرات. الموتور تقيل، شغلناه، هنشغله دلوقتي. انا ركبت واحدة قبل كده كانت جميلة خالص. هنجربه على الكهرباء. صوته ناعم خالص وفيه 3 سرعات. ادينا بندخله على الكهرباء اهوت علشان نجربه قبل ما نركب. نجرب السرعات. تمام، كل حاجة شغالة. تمام كده، خلاص. هنركبه على العمود بتاعه. بيكون فيه فتحة، والعمود الناحية الرفيعة زي ما قلنا فيها مسمار بنحله، وبنفوت من خلال الفتحة اللي في الجسم بتاع الموتور. بنفوت المسمار ونربطه في العمود زي ما كان مربوط في الأول. احنا بنركب المروحة في مكتب المدير او شيخ المعهد. احنا ركبنا واحدة قبل كده ودي التانية. احنا جالنا عشان المعهد دخل الجودة 10 مراوح، بتسلى عليهم كده كل يوم، اجمع ليا 2 وانا قاعد فاضي. هنركب العمود الاول في القاعدة. الناحية التخينة بتسقط في منتصف القاعدة
وبنلف العمود لفة صغيرة كده يقوم ساقط معايا وثابت، اعرف ان هو كده عشق، لان في شفة في القاعدة وفي شفة في داخل العمود، الاتنين بيعشقهم في بعض. فهنسقطه كده ونلف لفة صغيرة يقوم ساقط معايا وثابت، اعرف ان هو كده في الوضع السليم بتاعه. والمسمار اللي حليناه بالوردة بنركبهم من تحت وبنحرق عليها جامد علشان ديت اللي هتشتغل وتمسك كل حاجة. خلاص كده حرقنا عليه كويس وبقت تمام كده. دي الناحية الرفيعة اللي فوق، هنحل المسمار اللي فيها ونسقط الموتور ونربطه زي ما قلت. هذا المسمار بنحله اهوت. هنجيب الموتور، ودي الفتحة اللي قلت لحضراتكم عليها، بنحاول نجيبها قبل الفتحة بتاعة المسمار ونربط المسمار عليها من بره، يوم يمسك ليا الموتور في العمود. اهو بنحاول نظبطهم قبل بعض، مش عارف باين في التصوير ولا لا. تمام كده، هو لقط السن اهوت وهنربط عليه بقى. ما نربطش على المسمار ده جامد علشان ما يفلقش البلاستيك. تمام كده. كده العمود اتركب في القاعدة والموتور ركب على العمود، فاضل لنا نركب الوش الخلفي والامامي والريش. دي الصامولة اللي بتمسك الريش، بتحل يمين على العكس من جميع المسامير اللي احنا متعودين عليه. دي بتحل شمال عادي، دي اللي بتمسك الوش الخلفي. شيخ المعهد معدي اهوت بيصبح عليا. نحل القفزان عشان نطلع الريش، والوش الامامي والوش الخلفي نفكهم من بعض. ادي الريش طلعت اهيت. هنهوي القفيز البلاستيك عشان نحل الوشين من بعض. ادي القفيز بنهويه اهوت. القفيز ده عبارة عن حارتين، كل حارة بتمسك وش من الاتنين وبتثبت اللوشاش مع بعضها. اهو طلع معانا اهوت، واللوشاش طلعت من بعضها. هنبدأ بالشبكة الخلفية. اول حاجة هتركب في زنبتين بلاستيك في الوش بتاع الموتور، ولهم تجويف او ثقوب في الشبكة الخلفية زي ما انتم شايفين كده يا حضرات. الشيخ محمود اهوت معلق عليا في الراحة والجاية بيصبح وبقول لي الله يعينك يا باشمهندس ربيع، خلاص انا هسيب التدريس يا جماعة وهشتغل مهندس. دي بتربط يمين عادي، بعد ما بيتنا الشبكة الخلفية مكانها بنربط عليها علشان تثبت بالشكل ده. ادي الزنبتين اللي قلت لحضراتكم عليهم بيفوتهم الشبكة، بتفوت منهم والصامولة البلاستيك الكبيرة دي بتمسكها. بعد كده هنركب الريش. في حفر في الريش من الخلف، لازم الاكس الصغير، لازم التيلة الصغيرة اللي في العمود تعشق فيها بالشكل ده كده. طبعا هي لو راكبة غلط مش هتعرف تربط الصامولة اللي قدام. هي كده ركبت صح اهيت، وهنربط الصامولة اللي هي بتربط شمال، وقلنا ديت علشان اثناء الدوران ما تحلش وتفضل ماسكة. دي الوحيدة اللي بتربط شمال. ده الأستاذ حمدي سالم، وكيل إدارة بني عبيد التعليمية، شرفنا ونورنا بزيارة المعهد النهاردة. ده الشيخ محمود قاعد على المكتب اهوت.
انا سعيد والله ان انا في وسط الصحبة الطيبة دي. وده هاني العامل هيساعدني في تشطيب المروحة او تشطيب التجميع. هنركب الوش وهنركب القفيز الكبير اللي هو البلاستيك ده مع بعض. انا همسك له الوش اهوت، وهو هيظبط القفيز. القفيز فيه حارتين، كل حارة بتمسك، واحدة بتمسك الوش الخلفي وواحدة بتمسك الامامي، وفي مسمار من تحت كده بنربطه يوم يمسك الوشين مع بعض او الشبكتين مع بعض. هذا هاني بيظبط القفيز الكبير اهوت، بعدين هيحرق عليه من تحت وانا ماسك له علشان تبقى كل حاجة في مكانها. عاش هم هاني، ربط كويس. بالشكل ده يا حضرات نكون جمعنا المروحة توشيبا تورنادو ستاند. الموضوع سهل خالص، مفهوش اي حاجة. ارجو من حضراتكم مزيد من التفاعل حتى نستطيع ان نستكمل هذه الرحلة مع حضراتكم. وان شاء الله فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو بنرفعه على القناة. بحبكم كلكم. تعالوا بقى نجرب المروحة بعد ما جمعناها ونشوف حركتها، السرعات وشغلها شمال ويمين، توزيع الهواء. اشتغلت معانا اهيت، وادي السرعات، وبتشتغل شمال ويمين مفيش مشكلة. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.